السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا أكلة اليوم. عندنا ضلع، اللي هي لحمة الخروف، نحن بنسميها الضلع. بنعملها في المناسبات أو في الدعوات الكبيرة يعني. لحم الخروف بنختار اللحمة الكويسة. عندنا هنا بهارات، قرفة وليم وهبهان ورقار. عندنا هنا بهارات بودرة، بهارات لحمة وثوم وبابريكا. نسخن الزيت ونضيف عليه البهارات، نشوح البهارات مع الزيت مسافة دقيقة أو دقيقتين لحد ما تخش النكهة في الزيت. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. إذا حابين أي أكلة سودانية اكتبوا لي في التعليقات تحت. ما تنسوا الدعوات لأهلنا في فلسطين والسودان. بعد ما تشوح البهارات نقوم ننزل اللحمة نقلبها. ننزل اللحمة على الزيت، الزيت بيكون أخذ نكهة البهارات الموجودة فيه. يلا بعد ممكن تقلبيها لحد ما تاخد لك لون أصفر فاتح. هنا عندنا كمية من الرز، بنضيف 4 كبابي من الرز، كبابي مقدارية ومعيارية أو أي كوب من المطبخ انت تقيسي بيهم حسب عدد أفراد أسرتك. أنا هنا أخدت 3 كوبايات بتاعت موية، ضفت للرز 3 كوبايات رز 3 كوبايات موية. بنقعد فيه لحد مدة 10 دقايق، برجع بغسله وبنشله من الموية. هنا بضيف كمية من الموية على اللحمة لحد ما تستوي مع الشوربة تكون اتسبكت. بعد ما تستوي اللحمة بقوم بطلعها من الشوربة، بضيف البهارات البودرة، الثوم البودرة، بهار اللحمة وملح وفلفل أسود كركم نص ملعقة صغيرة وملح نص ملعقة صغيرة. أنا أصلا كابة ملح مع اللحمة. هنا بناخد نص كاسة بتاعت زبادي أو لبن، نضيف ليها ملعقة بتاع الصلصة، نخلطهم مع بعض ندهن بهن وجه اللحمة، ندهن بهن وجه اللحمة. بعد ذاك بندخل الفرن. بعد ما دهناه كويس بندخل الفرن. اصلا مستوية بتاخد زمن كثير في الفرن، بس تاخد لنا لون في الفرن. ندهنها كويس من كل الجوانب. وبعد جاهزة بدخلها الفرن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يعني بعد ما طلعناه من الفرن والرز استوى بنقدمها مع الرز مع الشوربة ومع السلطة.
بالعافية عليكم على من أكلها. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. ما تنسوا شيروا الفيديو مع أصحابكم والأصدقاء. مع ألف سلامة.